لما تروح تزور خطيبتك من غير ميعاد. ايه ده الباب بيخبط؟ مين؟ انا. ايه ده؟ اعوذ بالله الشيطان الرجيم. انت مين؟ ايه بقى ده؟ لا انا الشغاله. الحمد لله، كنت فاكرك خطيبتي سلمى. ايه بقى ده؟ لا ده انا مش سلمى خالص. لا 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 لا، انا مش سلمى. ايوه، ما انا عارف ان انت مش سلمى. سلمى مش، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كده نتنه شبهك كده. روحي يلا اندهيلي سلمى. حاضر حاضر. يا سلمى مين على الباب؟ انت سلمى؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لما ابوك يسألك ويقولك بتحب مين فينا اكتر، انا ولا امك؟ قول لي يلا يا زياد. ايه يا بابا، بتحبني انا اكتر ولا بتحب امك؟ إيه بحبكم انتوا الاثنين. ماشي. إيه طب افرض مثلا انا لو مسافر الصين وامك مسافره باريس، هتروح مع مين فينا؟ هسافر مع ماما طبعا. ايه ده ليه؟ عشان باريس جميله يا بابا وانا نفسي اروحها. ماشي. طب افرض مثلا انا مسافر باريس وامك مسافره الصين، هتسافر مع مين فينا؟ ايه بقى؟ هسافر مع ماما طبعا. ايه ده اشمعنى؟ عشان انا لسه مسافر باريس مع ماما، هسافرها تاني ليه؟ ايه بقى ده؟ يلا يلا من هنا. الفرق ما بين الولاد والبنات لما يكون معاهم فلوس. نبدأ بالبنات. ايه ده 5000 جنيه بس؟ ايه ده انا مش هعرف اعمل حاجه كده. 5000 جنيه بس؟ ده كده ال 5000 جنيه دول هيجيبوا ايه ولا ايه ولا ايه؟ انا كده مش هعرف انزل مع اصحابي. انا كده هرن على اصحابي واقول لهم ان انا مش هنزل معاهم العيد ده. الولاد بقى يا زميلي. ايه ده يا جماعه؟ ده يا جماعه بقيت كل فلوس اليوم دي. انا غني، انا بقيت غني. ايه ده؟ 1 2 ونص 2 جنيه ونص. يس، ده انا بقيت مليونير خلاص. مليونير. خلاص بقيت مليونير. لما المدرس يقفشك وانت بتحسب فلوس الدرس. وكده نبقى ايه ده؟ انت بتعمل ايه يا ابني انت؟ انا بكتب اللي انت بتقوله. بكتب اللي انا بقوله. ايه؟ وايه الآلة الحاسبة اللي في ايدك ديت؟ ايه الآلة الحاسبة دي؟ عشان احل بيها المسائل. مسائل ايه يا ابني؟ احنا في درس فرنساوي. وريني كده انت بتنيل ايه. وريني. ماشي يا مستر، خد. وريني كده بتنيل ايه. 50 طالب في 200 ب 10000 في الشهر. يخرب بيتك، انت بتحسب انا بابا كام؟ انت عمال بتعد زمايلك وبتحسبهم. ده انت هتقعد. اديني نمرة ابوك، ارن عليه. ما بلاش ايه؟ يلا هو انا بلعب معاك. اديني نمرة ابوك. خلاص ماشي براحتك، خد. وريني. الو. ايوه يا حاج، يؤسفني اني اقول لك ان ابنك مش محترم. ابنك سايبني بقالي ساعه ونص عمال بشرح واقول له انت كتبت ايه، هتلاقيه عمال يحسب لي. قال ايه؟ 50 طالب في 200 ب 10000 في الشهر. لا ما تقلقش، معاك مباحث القبض على الدروس. احنا عرفنا مكانك وحددنا مكانك من الرقم اللي انت بتكلمنا منه، وهنجيبك وهنفشخك. لما ابوك يقعدك على كرسي كشف الكذب. الله يا بابا، ده بتاع الكرسي ده يا بابا. الكرسي ده كرسي كشف الكذب، يعني لو سألتك وانت قاعد عليه وكدبت عليا، الكرسي ده هيكهربك لحد ما يغمى عليك. قول لي بقى، انت عامل ايه في الدروس؟ بتحضر يعني وبتدفع فلوس الدرس اللي انا بديها لك؟ ايه بقى ده؟ ايوه يا بابا طبعا بروح الدروس وبدفع الفلوس يا ولاد الكلب، بتستغفلوني، ما بتدفعوش فلوس الدروس، بتهربوا من الدروس. حسبي الله ونعم الوكيل. خد انت كمان، اقعد على الكرسي ده. يا بابا قول لي بقى، انت كمان بتحضر الدروس ولا زي اخوك الفاشل ده؟ لا انا عمري ما هبقى زي اخويا. انا بروح الدروس وبدفع فلوس الدروس قبل ما يا ولاد الكلب انتوا الاثنين. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. انتوا ليه مش طالعين زي ابوكوا كان بيطلع الاول. انا يسعدني يا عمي اني اطلب ايد بنت حضرتك. انهي واحده فيهم يا ابني، توتو ولا سوسو؟ توتو ولا سوسو؟ توتو ايه يا بابا؟ سوسو يا عمي. سوسو مهر 100000 جنيه. ايه 100000 جنيه؟ 100000 جنيه ليه؟ واحنا جايين نخطب الموناليزا؟ طب توتو عامله كام؟ هو ايه ده يا بابا؟ واحنا جايين نشتري عربيه؟ استنى يلا، احنا اولى بالفرق ده يا حمار. فرق ايه؟ توتو عامله كام يا حاج؟ ما قلتليش. توتو مهر 150000 جنيه. ايه ليه يا عم؟ احنا جايين ناخد الموناليزا واختها. في ايه يا عم؟ ما تبحبحها شويه. والله يا حاج هي دي الاسعار اللي عندنا، واسال بره. خلاص يا عم، هاخد منك سوسو على 95000 جنيه. شاري بايع يا عم. نقرا الفاتحه. السلام عليكم. حضرتك اكل الكلب ده عامل كام؟ حضرتك عندك كلب؟
حضرتك انا عندي كلب بس مش معايا دلوقتي، ده في البيت. للاسف حضرتك لازم اشوف الكلب الاول عشان اديك الاكل بتاعه، ده نظام المحل هنا. تمام ماشي شكرا. السلام عليكم، حضرتك اكل القطه ده عامل كام؟ حضرتك عندك قطه؟ حضرتك انا عندي قطه بس مش معايا دلوقتي، دي في البيت. للاسف حضرتك لازم اشوف القطه الاول عشان اديك الاكل بتاعها. هو في ايه؟ هو انا كل ما اطلب منك اكل القطه او لكلب تقول لي لازم اشوفه؟ السلام عليكم، ممكن حضرتك تحط ايدك هنا؟ اكيد طبعا ممكن. ايه ده؟ دي حاجه طريه وسخنه. ايوه ما انا عايز اشتري ورق تواليت. لما يقع منك جنيه وانت قاعد مع صاحبك الغني. مش عارف انا كان معايا جنيه ازيك يا اسطى؟ الله يسلمك يا اسطى حبيبي. مش عارف انا كان معايا جنيه فضه لقيته. استغفر الله العظيم. ايه يا اسطى في حاجه وقعت منك ولا ايه؟ لا مفيش حاجه. الجنيه الفضه ده هموت لو ما لقيتوش، معاش فلوس اروح. بابا عايز ايه يا ابني؟ بقول لك ايه يا بابا، انا عايز 200 جنيه. 200 جنيه؟ انت يا ابني مش لسه اخد مني 200 جنيه من نص ساعه؟ اصلها وقعت تحت رجلي، اوعى تكون وطيت عشان تجيبها. عيب عليك يا بابا، هو انا هوتش عشان 200 جنيه؟ يا ربي ليه يا ربي ليه 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 ليه، اللهم لا اعتراض يا ربي ليه. لما تسأل ابوك سؤال. بابا ممكن اسالك سؤال؟ ارغي. انا عمري ما شفتك لابس بنطلون وتيشيرت، ايه لازمته الحزام مع انك كل لبسك افاتير؟ ده عشان اضربك بيه. ايه ده بجد والله؟ طب انت بتجيب ازاي الفكره اللي تضربني بيها؟ يعني انا مش فاهم، انت بتمشي بالحزام بتجيب الفكره انك تضربني بيها ازاي؟ ايه الموضوع عشان تضربني يعني؟ انت فاهمني؟ فاهم انا عايز اوصل لك ايه؟ فاهم، هوريك دلوقتي. هتوريني ايه؟ هقول لك. مش انا قلت لك تغسل العربيه؟ غسلت العربيه ولا لا؟ ايه العربيه؟ لا انا نسيت اغسلها. اهو شفت يا ابن اللعيبه، حلوه دي. ايه عجبتك؟ ايوه عجبتني يا عم، جامده. ما غسلتش بقى العربيه ليه؟ يا بابا في ايه ده؟ احنا بنتناقش يعني، انت هتضربني بجد ولا ايه؟ ما غسلتش العربيه ليه؟ ايه يالا المنظر الزباله دوت يالا؟ في حد ينزل يجيب العيش من على الفرن اللي على اول الشارع وينزل كده الناس تقول عليك ايه يا ابني عيل ناتن؟ وايه يعني محدش له دعوه بيا؟ وانا رايح اخطب ولا ايه؟ اللي عاجبه عاجبه واللي مش عاجبه ما مش عاجبه. حاضر يا حبيبتي، هطلع لك زياد بيه على طول. ولا يا زياد اطلع فوق لام مريم جارتنا اديها بطرمان الكزبره دوت. ايه ام مريم؟ ايوه ام مريم. بقول لك يا ماما كده حلو ولا البس الطقم الكلاسيك؟ ايه يا ابني اللي انت عامله في نفسك دوت يا ابني؟ ده انت نزلت تجيب العيش من على اول الشارع، كنت نازل بالفانيلا الحمالات. انا بقول لك اطلع لام مريم جارتنا فوق. مالكيش دعوه انت، بس هاتي البطرمان اطلعه. يا قليل الادب.